هنعمل مكرونة وايت صوص. هقولك نعملها ازاي بطريقة سهلة خالص، وهقولك ازاي تطلع معاكي زي المطاعم بالظبط. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو، وعايزاكوا كمان اول ما تجربوها تكتبولي في الكومنتس عجبتكوا ولا لا. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هجيب حلة وهحط فيها مية واحط معاها رشة ملح. انا مع المكرونة دي ما بحطش نقطة زيت عشان خاطر انا ببقى عايزة الصوص بتاعي يلزق على المكرونة. وجبت بقى المكرونة بتاعتي، انا استعملت نص كيلو، وانا بحب شكل القواقع في المكرونة الوايت صوص. طبعا تقدروا تستعملوا نوع المكرونة اللي انتوا بتحبوه، بس المكرونة القواقع دي بيطلع طعمها حلو قوي في الوايت صوص. وبعد بقى ما المية بتاعتي غلت قمت فضيت كيس المكرونة بتاعتي. بيبقى دايما مكتوب على كل كيس مكرونة الوقت قد ايه بتاع مدة السلق. انا الكيس المكرونة ده بيبقى مكتوب حوالي تقريبا من 8 دقايق ل10 دقايق، وطبعا برضو بتابعها وبكون كده مواربة الغطا عشان خاطر المية ما تفورش وتبهدلي الدنيا. بس كده. بعد بقى ما المكرونة بتاعتي اتسلقت بقى وطبعا صفيتها من المية بتاعتها، يلا بينا نحضر الصوص. حطيت معلقتين كبار من الزبدة ومعلقتين كبار من الدقيق، وبيكونوا كده على شكل هرمي. انا بحضر مقادير وايت صوص على قد نص كيلو مكرونه. يلا بقى اقولك الصوص نعمله ازاي عشان خاطر ما يبص منك. وهبتدي ان انا اقلبه بسرعه بسرعه بسرعه، بس يكون على نار هاديه. اهم حاجه عشان خاطر الصوص بتاعي يظبط لازم اقلبه باستمرار، ما وقفش تقليب. طبعا انتوا هتشوفوا في المرحله دي هتقولوا ان الصوص باظ، لا هو ما باظ خالص. احنا نفضل برضو نقلب باستمرار، واهم حاجه على نار هاديه. وهبتدي بقى ازود كميه اللبن بتاعتي، حوالي كوبايتين من اللبن، بس هزودهم تدريجيا واحده واحده. وكده كده هكتب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. الصوص لسه مش هيكلكع معاكي لو فضلتي تقلبي باستمرار وعلى نار هاديه، الصوص مش هيكلكع معاكي. وممكن كمان لو انتوا خايفين ان الصوص يكلكع ممكن تشيلي الحله شويه من على النار وتبتدي ان انتي تقلبي كده على البارد لو انتي خايفه ان الصوص يكلكع معاكي. بصوا بدات ازود انا كميه اللبن بتاعتي تدريجيا. حطيت الاول كوبايتين من اللبن وبعدين قمت حطيت كوبايتين التانيين. انا بستعمل حوالي كيلو لبن للنص كيلو مكرونه. وبقى دلوقتي هقولك على شوية الإضافات اللي تخلي معاكي الصوص بتاعك تحفة، وطبعا هي اختيارية، لو متوفرة هتبقى تحفة تحفة تحفة. زودت معلقة كبيرة من اللبن البودر، ولو عندك كريمة ممكن تحطيها، ولو عندك كريمة طهي كمان برضو ممكن تحطيها، بتبقى تحفة تحفة تحفة. هبتدي طبعا أقلب وابتدي بقى أحط التوابل بتاعتي، رشة ملح ورشة فلفل أسمر. عايزه اقول لكم ان المكرونه الوايت صوص دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. بيبقى الصراحه طعمها مختلف كده عن البشاميل، بس هي انا معرفش ساعات كده بيجيلي مزاج ان انا اعملها. وعاده دايما بعملها ما بكونش لاقيه حاجه ان انا اعملها خالص، او ليا مزاج لوقفه المطبخ. اكتر حاجه بلجأ لها هي المكرونه الوايت صوص. هفضل برضو كده بتقليب مستمر. وانا الصراحه في المكرونه دي مش بحط توابل كتيره، هو رشه ملح ورشه فلفل اسمر بس كده. وحطيت بقى رشة من الجبنة اللي تشيدر. ممكن برضو لو عندك جبنة موتزاريلا عايزة تحطي، عندك جبنة تركي عايزة تحطي، عندك جبنة بارميجان عايزة تحطي، اللي انت عايزاه حطيه، جبنة كيري. هي المكرونة الوايت صوص بتتقبل حاجات كتيرة جدا. بس كده. وبعد بقى ما الصوص بتاعي اتظبط وصل للقوام ده، بدأت ان انا احط المكرونة بتاعتي. انا بحطها بقى تدريجيا، ودايما بحطها وقت الاكل على طول. يعني حتى لو جهزت الصوص ومش هاكل دلوقتي، لا بقوم حطها وقت الاكل على طول عشان خاطر كده تبقى جوسي وغرقانه بالصوص. عايزاكم بقى تجربوا الطريقه دي. الطريقه دي هتطلع معاكي الوايت صوص مظبوط وسهل جدا جدا جدا، وبتطلع المكرونه تحفه تحفه تحفه. جربوها وقولولي ايه رايكم في الكومنتس. سهله وسريعه وبتنجز معايا جدا. وكمان اكتبولي في الكومنتس لو عايزيني اعمل لكم اي حاجه. وقولولي بدأتوا بقى ان انتوا تحضروا تجهيزات رمضان ولا لسه. بصوا شكلها بقى جوسي ازاي كده وغرقانه في الصوص. انا بحب الصراحه الصوص بتاعها يبقى كتير كده، بتبقى فظيعه.
بجد يا جماعة كانت خطيرة خطيرة خطيرة، من اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا. بس كده مفيهاش اي حاجة وسهلة وسريعة. وقمت بقى ايه غرفتها في الطبق بتاعي. وكمان ساعات لو انا عندك حاجة ممكن تحطيها، ممكن تحطي كده على الوش رشة كده ايه جبنة بارميجان خفيفة، بس انا ما كانش عندي، بس هي برضو بتضيف لها قوي للطعم. كل دي حاجات ممكن تضيفيها للمكرونة هتطلع معاكي تحفة. بس هي يعني انا عملتها بأبسط طريقة. وباي باي.